السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم أحدث قناة نزلت اليوم على النايل سات، قناة دراما تونسية بجودة HD. هتكون تخصص القناة مسلسلات عربي وتركي وكمان أفلام عربية، إن شاء الله تنال إعجابكم. فكمل معايا لنهاية الفيديو وإن شاء الله تقدر تنزلها على الريسيفر. أنا ناصر من قناة تويا فور. الرجاء دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، ولو عجبك الفيديو دوس لنا لايك ليصلك كل جديد في مجال الريسيفر والدش. هنبدأ بسم الله بالضغط على زر منيو من ريموت الريسيفر عندنا. عشان تبدأ تظهر لنا الأيقونات دي هبدأ أضغط على زر تعليق الصوت من ريموت الريسيفر لغاية لما اختار أيقونة التركيب وأبدأ أدوس أوكي. هيدينا القائمة دي. هتبدأ تضغط على زر تقليب القنوات لغاية لما تختار قائمة الترددات وبرضك هتدوس اوكي من ريموت الريسيفر عشان يبدأ يدينا القائمة دي. هتبدأ تتأكد ان القمر هو النايل سات. بعد كده لو حضرتك بصيت تحت هتلاقي فيه 4 ألوانات هم نفس الألوانات اللي عندك في ريموت الريسيفر. لكل لون فيهم هيكون ليه أمر معين. يعني أنا مثلا هنا عندي إضافة تردد جديد بتكون عن طريق الزر الأحمر في ريموت الريسيفر، فهبدأ أضغط عليه عشان يبدأ يدينا القائمة دي فيها التردد ومعدل الترميز والاستقطاب. بالنسبة للتردد اللي معانا النهاردة هيكون 1 2 6 4 6. ده بالنسبة للتردد، وده تردد حزمة عامة يمكن التقاطه في جميع البلدان العربية. أما معدل الترميز فهيكون 27500 والاستقطاب هيكون أفقي، وأبدأ أدوس أوكي من ريموت الريسيفر. لو اداك مرسل موجود يبقى معنى كده ان التردد موجود عندك، مفيش اي مشكله. هتدوس على زر اوكي عشان يعمل لك علامه الصح دي. بعد كده هنبدا نعمل حذف للتردد من عندنا. ليه احنا بنعمل كده؟ عشان القنوات تنزل معاك تحت قناه واحد وما تقعدش تدور في 1000 قناه لغايه لما توصل للقناه اللي انت عاوزها. وان شاء الله هسيب لكم فيديو في صندوق الوصف وكمان في صندوق التعليقات على اساس لو حضرتك عاوز تنقل القناه من مكانها او ترتب قنوات الريسيفر. ودلوقتي بقى من ريموت الريسيفر عندنا هنبدأ نضغط على زر الأصفر المسؤول عن حذف التردد عشان يبدأ يدينا القائمة دي. بيقول لي حذف المرسل، هاجي على كلمة نعم وادوس اوكي. وبكده احنا التردد اتمسح من عندنا. هنبدأ نكتبه من أول وجديد، فبرضك هنضغط على الزر الأحمر من ريموت الريسيفر عشان يدينا نفس القائمة وهنكتب نفس التردد 1 2 6 4 6 ومعدل الترميز 2 7 5 0 0 وبرضك الاستقطاب افقي، وابدا ادوس اوكي. وبكده التردد نزل عندنا. لازم تدوس على زر اوكي عشان يعمل لك علامه الصح دي، وبرضك لازم تتاكد من الاشاره هل هي جيده ولا لا. وزي ما انتم شايفين عندي طريقه الباحث عن التردد بتكون عن طريق الزر الازرق في ريموت الريسيفر. فبعد الضغط عليه هيقول لي الرساله دي حفظ البيانات، برضك هدوس اوكي. بعد كده القائمه دي هيقول لي باحث عن الشبكه، هخليها اغلاق. اما نوع القناه فمجانيه، وابدا ادوس اوكي من ريموت الريسيفر. زي ما انتم شايفين بدأ يعمل معايا باحث. في النهاية التردد ده هينزل معايا 12 قناة. بيقول لي حفظ نتيجة البحث، هاجي على نعم وادوس اوكي. حفظ البيانات برضك هدوس اوكي. بعد كده على طول تنزل تحت قناة واحد عندك هتلاقي كل التردد نازل معاك بالكامل. وزي ما انتم شايفين قناة تونس دراما او دراما تونسية نزلت معايا على التردد. وفي النهاية ارجو ان ينال الفيديو اعجابكم، ولو قابلتكم اي مشكلة اكتب لي في التعليقات، وشكرا لكم.